ولسه شوارع مدينة الإسماعيلية مليانة بالحكايات. احنا لسه برضو في الحي الفرنسي زي ما احنا في شارع النخيل، بس حبيت اذكر اشهر حد اتولد في الحي هنا، اللي هو كلود فرانسوا، اشهر مطرب فرنسي. كان والده من الدكاتره اللي شغالين في شركه الكنال، واتولد في الفيلا اللي ورايا يعتبر هنا اهو، واستمر موجود في مصر او في اسماعيليه بالتحديد لحد سن 14 او 16 سنه، وبعد كده سافر لفرنسا. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. اتولد كلود في الإسماعيلية سنة 1939، وباباه كان بيشتغل مهندس في هيئة قناة السويس ومامته إيطالية. كمان التحق بمدرسة هيئة قناة السويس وعاش فترة في المدينة. سافر بعد كده لفرنسا وأصبح مطرب مشهور في فترة السبعينيات، لدرجة إن عبد الحليم كان هو مطربه المفضل، ويقال إنه كان بيقلده وبيقلد حركاته. ده البيت اللي عاش فيه كلود هو وأسرته في جنوب فرنسا. البيت اللي اتحول لمتحف. البيت مفتوح لمحبيه وعشاقه من كل مكان في العالم، بيجوا عشان يشوفوا المكان اللي عاش فيه مطربهم المفضل. البيت كمان بيحتوي على العديد من مقتنياته، من ضمن المقتنيات دي البيانو اللي شهد تلحين وتأليف أهم وأشهر أغانيه. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. البيت بيحتوي على مجموعة من بدله اللي كان بيلبسها في حفلاته، خصوصا إن بدله بلغت أكتر من 700 بدلة. تعالوا نشوف بقى بيته اللي في الإسماعيلية حصل له إيه. كان كل سنه في المكان ده وفي الحي الفرنسي بالكامل بتيجي اللي هم رابطه محبين كلود فرانسوا من فرنسا، وبيحيوا ذكراه في المكان اللي هو اتولد فيه وعاش فيه في مدينه الاسماعيليه في الحي الفرنسي اللي احنا موجودين فيه هنا. طب وايه اللي حصل دلوقتي؟ لا حاليا عادي بيجوا، بس بقالهم فتره ما جوش نظرا لظروف هم اعلم بيها او كده، الله اعلم. بس هم كانوا بيجوا باستمرار لحد وقت قريب، يعني ممكن لحد سنتين فاتوا يعني. وكانت طبعا اللوحه موجوده، بس تم يعني اللوحه اتشاف من على الفيلا بتاعته. انا بقى بقول رجاء، يعني رجاء ان اللوحه ترجع تاني، بحيث اللي ماشي في الشارع هنا يعرف ان الفيلا دي او المكان ده اتولد وعاش فيه واحد من اشهر مطربين فرنسا في السبعينات. طب نجيبها بقى. أنا كمان بضم صوتي لصوت أستاذ محمد حسين، وبقول للمسؤولين يا ريت ترجعوا اليافطة تاني، ويا ريت الفيلا دي تبقى مزار لمحبين. Je les cacherai